السلام عليكم يا أحلى متابعين. بنبدأ كلامنا بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وما تنسوش دعمنا باللايك والشير للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلكوا إشعار بكل جديد بنعمله. النهاردة معادنا مع حلقة جديدة من مسلسل 100,000 Years of Gas Refining. خلونا نفتكر مع بعض أهم الأحداث اللي فاتت. طائفة تيان بقت كل يوم بتكبر عن اليوم اللي قبله، وكل ده بفضل جد تاي شيزو اللي كان كل يوم بيخلي طائفة جديدة تقسم له بالولاء وتسلمه كل كنوزها. وفي يوم جات له سان يانج واحدة من تلامذته قالت له إنها اكتشفت كنز كبير اسمه القلب الأزرق موجود في قاع البحر. وقتها افتكر تاي شيزو إنه من آلاف السنين خسر أفضل تلميذة عنده. لما راحت للكنز ده قرر إنه ياخد مينج ويروح يدور على الكنز على أمل إنه يلاقيها هي كمان. بعد رحلة طويلة ومخاطر كتيرة سيطر عليها قدر يوصل لمكان القلب الأزرق وساب مينج مع 2 مقاتلين طيبين ونزل هو أخد الكنز. ولما رجع لها لقى قائد طائفة شيطان البحر خطفها. راحوا كلهم علشان ينقذوها، وأول ما تاي شيزو وصل لها عرف إن سيد الطائفة قتله قبل كده، فرفض المرة دي إنه يسامحه وقتله بعد ما عرف إن تلميذته المفضلة لسه عايشة. لو عاوز بقى تشوف الحلقة بالتفصيل انزل في صندوق وصف الفيديو هتلاقي لينكها، اتفرج عليها واعمل لها لايك وشير، والحلقات اللي قبلها برضو اتفرج عليهم واعمل لهم لايك وشير. ولو اول مرة بتشوفنا يبقى تشترك في القناة وتفعل الجرس، ويلا نبدأ حلقتنا الجديدة. بس قبل ما يروح دخل خزنة الكنوز وكانت مليانة كنوز كتيرة جدا، وكانت مينج مش معاها مكان كافي في حلقة الفضاء بتاعتها لأنها مليانة بالكنوز اللي أخدتها قبل كده، فقالت إنها هتاخد حاجات بسيطة بس. حتى تاي شيزو هو كمان اتجول في المكان لحد ما اكتشف مكان أغلى كنز وتقنية نادرة اسمها الشفاء بروح العرافة، وكانت التقنية دي مش طبيعية وبيستخدموا فيها أساليب محظورة وسحر أسود، وقال إن أكيد رئيس الطائفة هو السبب في وجودها علشان يجدد قوته باستمرار. جات له مينج قالت له إنها أخدت كنوز نادرة كتير ووحوش كمان كتيرة، ففرحوا كلهم وراحوا معاها، وأكتر واحد كان فرحان فيهم هو هوانج تيان اللي قاعد ياكل. أما تشاو بينج بقى فبعد ما ساعدهم في إنقاذ مينج جه الدور عليه إن تاي شيزو يوفي بوعده ليه وينقذ زوجته. فسأله تاي شيزو عن مشكلتها، فرد عليه تشاو بينج وهو كله حزن لأن زوجته تعتبر ميتة ومش باقي ليها غير شعرة صغيرة من الروح، في خلال 15 يوم هتختفي روحها الباقية. قام تاي شيزو وقف وقال إنهم هيمشوا حالا علشان يروح يعالجها، وركبوا كلهم السفينة ما عدا مينج استنت علشان تنقل كل الكنوز الموجودة لتيان. وكان تشاو بينج محبط وما عندوش أمل إن زوجته ممكن تخف، وقال إن كل الأطباء أجمعوا إن مفيش أي علاج. فسكته هوانج تيان وقال له إنه طالما تاي شيزو وعد يبقى أكيد هينفذ، وطلب منه يطمن ويكون متفائل. ولما وصلوا لمدينة دونجشان اللي فيها زوجته وعيلته حسوا إن في حاجة غلط لأن ما كانش في أي حد في الشارع خالص، فطار تشاو بينج على بيته علشان يطمن على زوجته وعيلته، ولقى البيت متبهدل وما فيهوش حد خالص، وراح وراه تاي شيزو وهوانج تيان. وحس تاي شيزو إن في حد فوق سطح البيت ففجر السطح، وفعلا لقى ناس مسلحة طاردهم تشاو بينج وهوانج تيان لحد ما حصروا واحد من المجرمين ووفي قتلوه. ضرب المجرم ده تشاو بينج وطلع مراية سحرية نادرة جدا وسحبهم فيها. كل ده وتاي شيزو واقف بيتفرج من بعيد، واول ما المجرم شافه دخل تاي شيزو بإرادته جوه المرايه ومشي. المجرم وهو فرحان وفاكر نفسه انتصر، وكان تشاو بينج وهوانج تيان متجمدين في جبال التلج جوه المرايه. فجالهم تاي شيزو وهو بيتحرك عادي جدا وخلصوا من التجميد وقال لهم انه ساب المجرم ووصلهم للمخبأ بتاعهم بنفسه. فعلا هو ده اللي حصل. واول ما المجرم وصل لباقي العصابه لسه بيوري لهم المرايه وبيحكي لهم عن اللي حبسهم جواها، لقوا المرايه طارت في الجو لفوق وسحبت كل العصابه جواها. وخرج تاي شيزو وهوانج تيان وتشاو بينج واتعكس الوضع، ولقوا نفسهم قدام المعسكر الاساسي للمجرمين وكان مكتوب عليه طائفة ذبح القلب، ودي عصابة من الأرواح الشريرة كانت مشهورة والكل عارف إن سيدهم قوي جدا. فحذروا تاي شيزو إن ما يبقاش متهور. دخلوا المعسكر ولاحظوا إن محدش خرج لهم، وفجأة خرج لهم القائد وقال إن من الواضح إن في 3 أسماك هربوا من الشبكة، وكان يقصدهم بالكلام ده وهوانج تيان هو اللي قتله. وكان الشخص ده كل ما بيتصاب وبيتجرح كل ما قوته كانت بتزيد بشكل جنوني. عرف تاي شيزو إن اللي زي ده إنسان مش طبيعي، وقال إن أكيد في حد أقوى منه هو اللي استغله وعمل فيه كده علشان يستخدمه كسلاح. المجرم ده وهو بيقاتل هوانج تيان استخدم تشكيل 10,000 مذبحة، وجثث التلاميذ بقت تخرج من تحت الأرض. وقال تاي شيزو لتشاو بينج إن هو ده السبب إن مفيش تلاميذ خرجت لهم، لأن تم التضحية بعدد كبير منهم علشان التشكيل ده، ومبقاش فاضل غير عدد قليل قوي من التلاميذ لسه عايش. كانت أرواح التلاميذ في التشكيل قوية جدا تضرب وتختفي لحد ما جرحوا هوانج تيان وقرب منه المجرم الكبير علشان يخلص عليه خالص. جري تشاو بينج علشان ينقذه، لكن المجرم ده ضربه بكل قوته وجرحه وقال له إن هيقتل العجوز الأول وبعدها هيقتله. ولسه هيضرب هوانج تيان لقى تاي شيزو وقف في وشه وصد ضربته وطيره، ولما لقاه يقوم تاني امتص كل قوته وجمعها في شكل بلورة وكسرها بإيده ودخل لسيد الطائفة علشان يقضي عليه بنفسه ودخل وراء أصحابه. أول ما وصلوا لمكان سيد الطائفة لقوه منيم زوجته تشاو بينج وبيعمل طقوس معينة عليها وكأنه هيضحي بروحها،
وما قدرش تشاو بينج يمسك اعصابه وجري عليها علشان ينقذها، فضربوا سيد الطائفة وحبسه جوه بلورة وقالوا انه هيقربوا ليه لان حس انه جواه قوة نادرة هتساعده في التضحية اللي ناوي يعملها علشان يجدد بيها شبابه. كان عمال يضحك وفرحان وبيقولوا ان حظه حلو، فرد عليه تايشيزو وقال له ان التضحية اللي بيعملها دي ليها رد فعل عكسي وبتضعف نخاع العظم، وطلب من هوانج تيان انه ينقذ التانيين وهو هيتصرف مع سيد الطائفة، واخدوا رماه بره المكان. وكان سيد الطائفة مستغرب جدا من قوته وقال انه اكيد بيستخدم سلاح سري واستخدم تقنية المخلب المتفجر، فقال له تايشيزو انه غلطان لان كل الحركات دي مش هتأثر فيه. ضرب بقوة لتشي وتأكد سيد الطائفة ان قوته الروحية مش طبيعية ابدا، استخدم هو كمان اقصى قوة عنده وقال له انه هيقضي عليه. فدخل تايشيزو جوه بحر الروح، وكانت عبارة عن غابة مهجورة ومليانة بأرواح التلاميذ اللي قتلهم. ففجر تايشيزو بحر الروح وخرج منها، وقال لسيد الطائفة انه شخص عديم الإنسانية وأذى ناس كتيرة قوي. فجمع سيد الطائفة كل قوات السلالات اللي جواه علشان يهاجموا بيها. كل ده وهوانج تيان بيحاول انه يكسر البلورة اللي محبوس فيها تشاو بينج، ولحسن حظهم ان رئيس الطائفة جذب سيفه من جنبهم وكان ليه قوة ضغط كبيرة جدا لدرجة انها كسرت البلورة. وقرب سيد الطائفة بسيفه من تايشيزو خالص، وقتها وقف تايشيزو الزمن، فخرج من السيف روح تلميذ قديم عند تايشيزو اسمه يون جين، وقال لتايشيزو انه محبوس بقاله زمن طويل جدا في السيف بعد ما خاض حرب وروحه بقت مرهقة. ولما راح يدور عليه لقى ختم على الكهف اللي كان فيه، وحاول كتير انه يكسر الختم وده ضيع اخر مجهود ليه. والمجرم ده لما قابله ختم روحه في السيف، وكان مستني وصوله بفارغ الصبر علشان يحرر روحه. وشكر تايشيزو انه كان معلمه وساعده كتير واختفى. وبعد ما تايشيزو سمع قصة تلميذه قال لسيد الطائفة انه مش بيسامح اي حد يأذي تلاميذه، والموت هو العقاب الوحيد ليه. وفضل يعذبه لحد ما مات، واخد منه جوهر الدم واداه لتشاو بينج اللي خرج له بزوجته وهي فاقده وعيها، وقال له يحط جوهر الدم في وعيها وهي هتفوق على طول. ومشوا كلهم وراه وسابوا المكان ينهار. ركبوا كلهم على السفينه ومشوا بيها. فراح هوانج تيان لتايشيزو معاه عصير وطلب منه يشرب شويه ويريح اعصابه، فاخد تايشيزو منه العصير وشربه، وقال له انه مش هيسكت غير لما يعرف اللي حصل زمان. فنصحه هوانج تيان انه ما يدورش في الماضي لانه هيلاقي حاجات غريبه هتضايقه، وفي الاخر مش هيستفاد حاجه غير تعبه. سالوا تايشيزو هيروح على فين دلوقتي، قال له هوانج تيان انه بيفكر يرجع معاه. فوافق تايشيزو وطلب منه ما يقربش من وحوش الطائفه لانهم مش للاكل. فوافق هوانج تيان وقال له ان مينج اكيد مش هتسيبه جعان وهتجيب له اكل كتير. كانوا في الطائفة بيتمرنوا والتلاميذ الكبيرة مهتمين بالطفلين ليو تشينج وليو، والوضع كان مستقر خالص. وفجأة وقع عليهم غاز سام. معظم التلاميذ فقدوا وعيهم ما عدا اللي كانوا واخدين الإكسير من الجد تايشيزو. وعملت سان يو بلورة حماية على الولدين بسرعة. باب القصر اتفتح ودخل منه 3 أشخاص من ضمنهم راو نيو، وكان جين تياو الشخص المهووس بالكيمياء واللي كان خطف تشين فينج وكوان يان معاهم. وانضم هو كمان لطائفة تيان وطلب من الولدين انهم ما يتدخلوش في القتال مهما حصل. واول ما راو نيو هجمت عليه جريت سان نيانج عليها واستخدمت تقنية التناسخ وحصرتها بنسخ كتيرة وساعدها الوحش الازرق الصغير. ولما المقاتل اللي معاها شاف اللي حصل لها قرر انه يتدخل ويقضي عليهم كلهم. ولسه بيقرب منهم مع اول خطوه ليه داس على حبايه وانفجرت فيه. وطبعا جين باو هو اللي رماها عليه وقال للولاد انه هيعلمهم درس مهم وانهم ممكن يكسبوا اي عدو بالعالم من غير استخدام الايد. وسابهم في بلورة الحمايه وخرج حدف على المقاتل حبوب تانية، لكن المقاتل حدفه بمصفوفة قضت على مفعول الحبوب وجرحته وخلته يقع في الأرض. وهجم عليه المقاتل بكل قوته. في الوقت ده كان تشين فينج مع مينج وكوان يان في مدينة تانية علشان يحضروا منافسات الطوائف ويشتركوا فيها. وكان تشين فينج متحمس جدا وقال انه هيهزم الكل، وكان طول ما هو ماشي عمال يستفز المقاتلين الموجودين. جري وراه مينج وكوان يان علشان يسيطروا عليه. ونرجع تاني لجين باو اللي عمل درع تلج صد بيه ضربة المقاتل اللي بيهاجمه. ومن ناحية تانية كانت سان نيانج خلاص تعبت ومسكتها. راو نيو خنقتها من رقبتها وكانت فاكرة انها خلاص هتخسر لحد ما جالها التنين، فقالت لراو نيو انها هتتاكل حالا، وفعلا اكلها التنين. ولسه المقاتل التاني اللي معاها هيهرب كان تايشيزو وصل وقف في وشه، وما كانش المقاتل يعرفه. ولما سأله هو مين قال له تايشيزو وانه يعرفه بشكل عملي. حدفه بطاقة ضغط كبيرة لحد ما الارض اللي تحته اتكسرت وقضى عليه خالص. وسأل الموجودين عن تشين فينج والباقيين وقالوا له انهم راحوا المنافسة، فادى لجين باو هدية مقابل مجهوده وسابهم ودخل لجوه. كان تشين فينج عمال يقضي على المقاتلين وويف قال مين تاني عايز يتحداه. سكتته مينج وقالت له ان اللي بيعمله ده غلط، بس كان سمعه قائد كبير وقال له انه طالما اتجرأ وجه لحد عندهم علشان يتحداهم يبقى يستاهل الموت. طلعت مينج سيفها واستخدمت مصفوفة السيوف المتعددة وهجمت عليه، لكن القائد صدها بكل سهولة. لكن كوان يان جات من ظهره وضربته بكل قوتها فوقع على الارض، ومن قوة الوقع على الارض نفسها اتدمرت. اللي ما كانوش يعرفوه بقى ان القائد ده ليه سيد بيتحكم فيه وفي روحه ومعاه مجسم بيحركه، فالقائد هو كمان بيتحرك وضغط على المجسم فانفجر القائد انفجار قوي جدا. فجري ال3 استخبوا منه ورا برج تلجي. بعد كده الانفجار هدي، قربوا من مكان القائد ولقوا الارض فيها حفرة كبيرة من قوة الانفجار.
وشكت مينج إن في حد هو اللي كان بيتحكم في القائد، وسيد القائد ده هو قائد طائفة شيا، وقال إنه مش هيضيع مجهود القائد بتاعه على الأرض. وكان الأمراء الثلاثة كلهم قاعدين بيتفرجوا على المنافسة اللي شغالة، وكل واحد منهم قال رأيه في القتالات. وقال الأمير الصغير إنه حاسس إن المواهب محدودة، فوصل تاي شيزو بسفينته ونزل بيها وسط حلبة القتال من غير ولا كلمة. سحب سيد الطائفة ليه ورماه في الأرض. ولما سألوا الأمير إزاي يتجرأ ويسحب الرئيس كده من وسطهم، حاول يسحب الكل ويرميه في الأرض، لكن الأمراء استخدموا قوتهم وما وقعوش. قالوا له إن العيلة المالكة موجودة والمفروض يفهمهم إيه مشكلته قبل ما يهاجم حد. وفي رئيس الطائفة بص عليهم كلهم وقال إن حتى الأمراء خافت وهو اللي مضرور، فقرر إنه يدافع عن حياته بما إن مفيش حد هيدافع عنه، وطلع قهوة سيف عنده ووقف استعد للهجوم بيه. كل ده بقى ومينج وتشين فينج وكوان يان لسه محاصرين في المصفوفة اللي هدافع عليهم، واستخدموا كل قوتهم علشان يحافظوا على حرارة أجسامهم وما يكمدوش. ونجح تشين فينج إنه يخرج من الفخ، لكن ظهر رعد قوي وصعق ووقعه جوه المصفوفة تاني. فقالوا إنه شخص مش محظوظ، لكن كوان يان قالت له إنه شخص غبي مش حظه وحش. فقام وقف ومسك سلاحه وحاول إنه يحرر نفسه ويخرج من التشكيل، ومع إن كلهم قالوا عليه إنه غبي ومش هينفع اللي بيعمله ده، لكن هو فضل يحاول لحد ما نجح وكسر التشكيل وحررهم كلهم. كان جه البرق وصعقه تاني. اما سيد الطائفه فكان لسه بيستعرض قوته، والكل كان مبهور بيه وهو فخور قوي بنفسه، وقال ان بقوته دي هيقضي على تاي شيزو والمفروض ان يخاف منه، ونزل بسيفه عليه وحصل انفجار قوي جدا. وقال الامير ان رئيس الطائفه خلص عليه بسرعه، وقعد اخوه الامير التاني مرتاح البال وهادي. حتى رئيس الطائفه كان فرحان جدا وقال ان تاي شيزو يستاهل لانه تطاول على اسياده. وفجأة سمع صوت تاي شيزو ظهر، وبعد ما الانفجار هدي لقاه واقف في مكانه زي ما هو وماسك السيف بصباعه. وقال رئيس الطائفة إن حظه الوحش خلاه يقع معاه هو، ومسك السيف وضربه بيه. فعمل رئيس الطائفة بلورة حماية بسرعة، بس قوة الضربة كسرت البلورة. وقال تاي شيزو إن القوة مش قوة السيف لكن قوة الشخص اللي بيستخدم السيف. فطلع رئيس الطائفة سلاح سحري تاني وقال له إنه هيخليه يحس بمعنى الضعف الحقيقي. فقال له تاي شيزو انه غلطان. بحركه واحده من صباعه كان كسر السلاح وساله هل مستعد للموت. فجري رئيس الطائفه عليه علشان يهرب. كان حظه الوحش خلى مينج وكوان يان يخرجوا من التشكيل ووقفوا حاصروه علشان ما يهربش. فهاجمهم علشان يخلص منهم ويمشي، وجاب لهم جيش من التلاميذ الزومبي اللي سلبهم روحهم. حتى الامراء كانوا واقفين مستغربين الشر اللي هو فيه وازاي كان بيأذي التلاميذ بالشكل ده، ولو هو كمان اتحول لشكل شيطاني. وضحك تاي شيزو وقال له ان كده ظهر على حقيقته. فرد عليه رئيس الطائفه وقال له ان فعلا شيطان وهيخليه يشوف جهنم بعينه، وامر تلاميذه انهم يهجموا عليه. وقف تلاميذ تاي شيزو هم اللي قتلوهم ونجحوا في انهم يقضوا عليهم كلهم. وجمد تاي شيزو كل حاجه وشال المظهر الشيطاني من على رئيس الطائفه وبعد كل الجثث على الطريق. وبعدها قرب من رئيس الطائفه وقال له انه خلصه من كل الشر اللي جواه. رئيس الطائفه يترجى انه يسامحه ويسيبه يمشي، بس تاي شيزو رفض وقتله. واخد تلاميذه وركبوا السفينه ومشوا. رجعوا تاني للطائفه وقعدوا وسط الكنوز الكتيره قوي اللي اداها له الامراء الثلاثه لحد عنده. والامير شياو يو طلب منه انه يكون تلميذه ويبقى تابع ليه. فقال له تاي شيزو انه طلب منه 3 حاجات. واخد تاي شيزو مينج وهوانج تيان وركبوا السفينه وسافروا بيها، ولاحظوا انهم وصلوا المكان مقسوم لنصين والفراغ على شكل سيف وحواليه اراضي زراعيه من الناحيتين. توقع تاي شيزو ان اللي عمل كده هو شخص يعرفه، فنزل يشوف بنفسه. واول ما نزلوا لقوا وحوش اقوى وظهروا من وراه شخصين شكلهم مخيف. قالوا له ان دي الارض الخاصه بطائفه السيف السماوي ومش مسموح لحد انه يمشي فيها. ولما رفض تاي شيزو هجم عليه الشخصين، فوقفت مينج تقتلهم لحد ما جرحتهم وخلتهم مش قادرين يقوموا من الارض. لسه واحد منهم بقى بيقول له تاي شيزو انه متكبر. جت مينج من وراه وقتلته، وقعد وانج تيان ياكل الوحش ومينج تضرب لحد ما اخترقت المستوى اللي هي فيه. اما تاي شيزو فكمل طريقه لحد ما وصل لتلاميذ الطائفه واستسلموا له. اول ما شافوه قالوا له انهم هيبقوا تابعين لطائفه تيان. ورجع تاني لمينج وهوانج تيان ولقى سيف عملاق، فقال له ان السيف اخوه من 90,000 سنه طار اخوه لعالم تاني، والمفروض ان السيف كان معاه. وبمجرد ما تاي شيزو لمس السيف طلع منه طاقه كبيره جدا لحد ما بقى بحجمه الطبيعي واخده ليه. وكان تاي شيزو مش عارف ايه اللي خلى اخوه ما ياخدش سيفه معاه، ويا ترى ايه اللي مستخبي في الموضوع. وبنتعرف على الشيخ يان اللي كان بيفترس حيوان لدرجه ان تلاميذه استغربوه جدا، فطلب منهم ينظفوا الحيوان ويجهزوه علشان يستغل كل حاجه فيه من لحم وعظم وجلد. فقال واحد من التلاميذ انه كده قتل كل الوحوش الروحيه في المكان. فكان رد الشيخ يان عليه انه قتله هو نفسه بسيفه. بلقي ضوء طاقه السيف وصلت له. كان كبار القاده جربوا كلهم قبل كده وحاولوا انهم يسحبوا السيف بس معرفوش، وقالوا ان اللي عمل كده قوته اكبر منهم. واتجمعوا كلهم مع الشيخ لو، وقال لهم الشيخ يان انه هيروح لطائفه شيا ويعرف ازاي يستسلموا بالسهوله دي ويسلموا كل الكنوز اللي معاهم. ولان الكل عارف انه شخص متهور، فقرر الشيخ لو انه يروح معاه علشان ما يوقعهمش في مشاكل. في الوقت ده كان تاي شيزو طلع القمر الازرق وبيحاولوا نخرج منه ليان شيوي، وقالت له مينج انه ممكن يستخدم روحها ويستدعيها بيه. وكان الامير شياو يو معاهم. طلب منه تاي شيزو انه يجيب له كنز
فعلا جاب له صندوق وقال له ان ده الكنز اللي قدمه الشيخ لو لأسرة شيا، وقال له ان الطائفة دي مجنونة وممكن يؤذوا طائفة شيا. فقرر تاي شيزو انه يروح يزورهم بنفسه، وكان الشيخ يان عمل اجتماع لكل الطوائف علشان يعرف سر انضمامهم لطائفة تيان، وقال ان اكيد طائفة شيا بقت ضعيفة، وكان الاميرين التانيين حاضرين الاجتماع وهو قاصد يستفزهم. فوصل تاي شيزو وكل الموجودين قدموا احترامهم ليه، وطلب منه الشيخ ليان انه يرجع لهم السيف اللي سرقه من طائفتهم. وكان كوان يان موجود فردت عليه وقالت له ان السيف ده في الاساس ملك الاخ تاي شيزو وهو اخده، يعني يعتبر الحق رجع لاصحابه. ولما جه تشين فينج هو كمان يتكلم، قال الشيخ يان ان لو مسكتش فهيقطع راس الجد تاي شيزو ويرميها في الزباله. طبعا دي اهانه كبيره مسكتش عليها تشين فينج، وهجم على الشيخ واخده بره قاعه الاجتماعات وفضلوا يقاتلوا بعض. ووقفت كوان يان تشجعه، والكل خرج يتفرج على المعركه علشان يشوفوا مين اللي هيكسب. وليو تشين فينج فضل يهجم على الشيخ لحد ما جرحه جروح قويه. حس الشيخ ان لو سكت على كده فصورته هتهتز قدام الكل، فحضر كل قوته وقال لتشين فينج انه هيقتله. اما الجد فكان قاعد جوه بيشرب فنجان الشاي بتاعه في منتهى الهدوء. الكل قال على الشيخ يان انه قوي جدا لان كان خارج منه بطاقه كبيره جدا، ومع ذلك تشين فينج ما اهتزش وقال له انه برضه هيقتله. لكن لما جه يهاجمه مسك الشيخ يان السلاح بتاعه وضربه بيه ووقعه في الارض وحدف سيفه عليه علشان يقتله بيه. والكل اتخض على تشين فينج، لكن فجاه السيف غير اتجاهه ووقع في مكان تاني، وكان تاي شيزو هو السبب في كده. ولما جه الشيخ يان ضربه بأداة لقى نفسه مش عارف يلمسه حتى، وقال له تاي شيزو انه ما يستحقش انه يعيش، وضربه بصباعه وقتله. وبص على الشيخ لو وقال لهم انهم كانوا قاصدين يعملوا له فخ، وضربه بنار من ايده فبخر واختفى وبيتوعد له وبيضحك. ومشي تاي شيزو هو وتلاميذه وحسوا ان في حد ماشي وراهم، فوقفوا مره واحده وطلبوا منه يظهر. فظهرت بنت جميله وهجم عليها تشين فينج، بس البنت كانت قويه وسريعه قدرت انها تتفوق عليه. فاتدخلت كوان يان وهجمتها بالفراشات السامه وبرضه معرفتش تيجي جنبها. فقال لها تاي شيزو ان دي بتستخدم تقنيه انعكاس المرايه، تتحكم في الحاجات بعقلها. وسيطر تاي شيزو على عقلها وخلاها تفقد وعيها واخدها معاه للقصر بتاعه. ولما فايت شافت التلاميذ وما بتدربوا فنزلت لهم، ولسه تشين فينج بيقرب منها طلعت سيفها وضربته بسيفها. وجت مينج وفي ايديها حلويات عاملاها لها بايديها، وطلبت منهم كلهم يجوا ياكلوا. فقربت البنت واكلت الكميه كلها من كتر الجوع. فقرب منها تشين فينج وكوان يان وحاولوا انهم يتصاحبوا عليها. وبعدها دخلوا قعدوا مع الجد تاي شيزو واستخدموا قوه الضغط عليها. قالت له انه حتى لو قطعها حتت فبرضه مش هتقول له اسرار طائفه السيف السماوي. فقال لها ان ليهم 5 شيوخ، وكل التلاميذ بيتدربوا على السيوف من وهم اطفال، وممكن تكون اتدربت 10 سنين على الاقل. فاستغربت جدا لان هو ده سر الطائفه، وسالته عرف الحاجات دي منين. قال لها ان مفيش سر هو ما يعرفوش. وشرح لها واحد من التشكيلات وهو تشكيل النجوم ال9، وده بيقوي الروح لحد ما تنمو في الوقت المناسب. والتشكيل ده واحد من اكتر التشكيلات شر. افتكرت البنت لما كانت صغيره واخدها الشيخ الكبير للتشكيل ده وخلاها تاكل حاجه ختمت كل حواسها وحافظ على روحها جوه السيف، وبيخليها تشوف اللي هو عايزه وبس، يعني بيتحكم فيها وفي ارادتها. وقال لها انها بالنسبه لهم زي الحيوان الاليف اللي بيربوه. وزعلت البنت على نفسها جدا، وعرض عليها تاي شيزو صفقه وهي حياه واحده. فسابته وخرجت وهي بتفكر، ولقت ليو تشينج وليو مينج جايين يجروا عليها وطلبوا منها تحميهم، لان جين باو بيجري وراهم لانهم خلوه ياكل سم هم اللي صانعينه. كانوا فاكرينه عايز يعاقبهم، لكن الحقيقه انه كان فرحان بيهم وعايز يعرف منهم سر التركيبه. مسك فيها الطفلين وصمموا انها تروح تلعب معاهم. وجت مينج ومعاها طبق مليان اكل، وقالت لها انها عملته مخصوص علشانها، واخدتها ومشيت علشان تاكل معاها. وعرفت منها ان اسمها لينج ياو. وراحوا على حفله الشوي اللي عاملها تشين فينج مع كوان يان، وانضمت لهم سان يانج والطفلين، وقعدوا كلهم يضحكوا ويهزروا مع بعض. وكانت سان يانج اكتر واحده حاسه بيها وبمعاناتها، وحست لينج باو ان الوضع في طائفه تيان مليان حب وألفة. وسالت مينج امتى انضمت للطائفه، وضحكت مينج وقالت لها انها الوحيده اللي من الطائفه اصلا، وحكت لها الحكايه من البدايه. حكت لها كمان عن ليان شيوي ان الجد تاي شيزو اكيد هينقذها. فقالت لها لينج ياو ان مفيش حد بيحبها ولا مهتم بوجودها، ولو تقدر تبدل حياتها بحياه شخص نافع زي ليان شيوي مش هتتاخر، علشان بس ان حد يفتكرها بعد كده ويقول انها عملت حاجه كويسه. راحت لتاي شيزو وقالت له انه طلب منها حياه مقابل حياه، وما كانتش فاهمه يقصد ايه لحد ما عرفت حكايه ليان شيوي وعرفت انه كان يقصدها. قالت له انها موافقه ووقفت ودعت العالم. استغرب تاي شيزو وقال لها مين قال لها انه هيقتلها، انه بس هيستخدم روحها علشان يعرب بيها روح ليان شيوي الطريق اللي تخرج منه من المكان اللي هي فيه وتيجي عندهم. ولما سالته عن معنى الجمله دي قال لها حياه مقابل حياه. قال لها انها تنقذ حياه ليان شيوي وفي المقابل هيبقى مديون لها بحياته. ففرحت جدا لينج ياو انها مش هتموت. وفي الوقت ده كان الشيخ لو عرف ان تاي شيزو معاه القلب الازرق، وبعت 2 مقاتلين طلب منهم يروحوا له ويجيبوا له الكنوز اللي هناك ويقتلوا اي حد يقف في طريقهم. وكان تاي شيزو بدا يستخدم القلب الازرق، وشاف ليان شيوي وهي محبوسه
وسلط عليها أوراق اللوتس اللي مليانة بقوة لتشي علشان يفك الجليد اللي حواليها. ربط روحها بروح لينج باو وقال لها إن ليان شوي هتتغذى على روحها، وده يخليها تعبانة جدا وعقلها مشتت وضعيف، والوضع ده هيستمر لحد ما ليان شوي تسترد كل قوتها وترجع من تاني. الاتنين اللي بعتهم الشيخ ليه وصلوا للكهف، شافوا إن الطاقة عمالة تدخل ليه من كل اتجاه، وقالوا إن أكيد في كنز جوه الكهف، وقرروا إنهم يدخلوا وياخدوه علشان يكسبوا فلوس كتيرة. ولما حست لينج ياو بيهم طلبت منهم يخرجوا من الكهف على طول. سخروا منها وقالوا لها إنها بنت صغيرة وضعيفة ومش لازم تواجههم لأنها مش قدهم، فهجمت عليهم بسيفها. بالرغم من إن قوتها قلت كتير بس قدرت تجرحهم. ده خلاهم يوقفوا لها من تاني، والمرة دي هم اللي جرحوها بسيف فيه روح وحش بري، وده بيدخل نوع سم في جسمها بيزود شعورها بالألم، يعني لو إبرة شكتها وقتها هتحس كأن دراعها اتقطع. وسابوها مرمية في الأرض، ودخلوا لتاي شيزو لقوه قاعد في الأرض وبيوصل قوة لتشين ليان شوي، وما فكروه بيمتص قوة الكنز، وقالوا إنهم لو وصلوا الكنز ده للشيخ لو وقتها مكافئتهم هتبقى كبيرة جدا. فقامت لينج باو وحاولت توقفهم بس ما قدرتش، وقعت في الأرض من كتر التعب. وقالوا لها المقاتلين إنهم زهقوا منها وعلشان كده هيقتلوها. ورفع واحد منهم سيفه ولسه هيقتلها، خرج منه طاقة كبيرة وكان مصدرها هي ليان شيوي اللي بقت متصلة بيها. وقامت لينج ياو وقفت بكل قوتها، واستغرب المقاتلين ازاي بعد ما كانت مش قادرة تقف تقوم وتبقى بالقوة دي. وعرف الشيخ اللي كان خاتم روحها انها حررت نفسها من السيف، وقال ان اكيد اللي عمل كده هو نفس الشخص اللي اخذ السيف منهم. بعت لجيش وامرهم يروحوا لطائفة تيان ويقتلوا كل اللي فيها وما يسيبوش حد ابدا. في الوقت ده كان الشيخ لو هو كمان وصل للكهف بعد ما رجالته الاتنين اتضربوا وماتوا. وقفت لينج باو في وشه علشان تمنعه من انه يوصل لتاي شيزو، وقال له انه مش جاي يعمل مشاكل لكن جاي يتكلم. فانتبه له تاي شيزو وقال له انه هرب منه مره ومش هيهرب تاني، كتفه بسلاسل سحريه قبل ما يهرب وفضل يضربه لحد ما الشيخ اكد له انه مش هيهرب وانه جاي يحذره ان في جيش هيغزو الطائفه بتاعته. فجاه حس ان في حاجه غلط حصلت في روح ليان شيوي، ولقى لينج ياو فقدت وعيها، فسلط كل قوته على القلب الازرق لحد ما لقى ليان شيوي خرجت منه، وكان عليها مشوش خالص وخايفه. فطمنها تاي شيزو وقال ان كل ده من الماضي وانها رجعت له. في اللحظة دي كان جيش الغزو وصل للقصر، وقف في وشهم جين باو وتشين فينج وكوان يان وعملوا بلورة سيطرة حوالين الطائفة كلها. نرجع تاني لليان شوي، وأول ما عرفت إن لينج باو هي اللي أنقذتها ادت لها حبوب علاجية وقالت لها إنها هتبقى أختها الصغيرة. حكت لهم عن سبب حبسها، إن بعد ما فجرت المقاتل وفقدت وعيها أخدها ناس وحاولت إنها تفتكر أي حاجة تانية بس ما قدرتش. طلب منها تاي شيزو إنها ما تضغطش على نفسها، وسأل الشيخ لو عن الشخص اللي سلب لينج ياو حياتها، فقال له ان لينج ياو اتولدت بقطعه من اليشم الروحي ودي موهبه كبيره جدا. فقرر الشيخ تيان جوي يستغل الموهبه دي وختم روحها بسيفه. وهو بيتكلم كده افتكرت ليان شيوي اللي حصل معاها وكانت لسه هتحكي لكن تاي شيزو سكتها. وبنرجع تاني للجيش اللي غزا الطائفه، وبنشوف ان تشين فينج واللي معاه قدروا انهم يهزموهم وكتفوهم كلهم وقعدهم في الارض قدامهم. اكتشف جين باو ان الجيش كله كانوا عباره عن اشخاص من غير روح زي حاله لينج ياو وفي حد مسيطر عليهم. ولما الجد تاي شيزو رجع كان معاه لان شيوي وعرفها على الكل وطلب منهم كلهم انهم يستعدوا علشان هيسافروا ويدمروا طائفة السيف. فعلا اتحركوا كلهم بالسفينة على طائفة السيف السماوي ونزلوا قضوا على كل التلاميذ اللي موجودة، ولسه قائدهم هيتدخل في المعركة. وقفوا الشيخ لو وقال له انه مش هيقدر يقف ضد تاي شيزو، ولو دخل المعركة دي هيخسر لان تاي شيزو يعتبر دلوقتي وحش، ونصحه انه يستسلم. وفعلا الشيخ كان ذكي وعمل بنصيحته. نزل تاي شيزو بالسفينة وقال للينج ياو انها تقدر تسترجع حقها. وكان الشيخ اللي سيطر على لينج ياو قاعد مع باقي كبار الشيوخ، وقال ان لو بعت لهم اي حد يقتلهم مش هيقدر عليهم. فاتدخلت اكبر شيخه وقالت انها مش هتقف تتفرج على انهيار الطائفه، وانها هي اللي هتقضي عليهم لانهم مش هيعرفوا يهربوا من الوهم بتاعها. وسحرتهم وخلتهم جوه عالم تاني في غابه مهجوره وشكلها مخيف. ولسه لينج ياو بتقول لتاي شيزو ان الغابه دي غريبه وما كانتش موجوده قبل كده، لقيته اختفى هو وليان شوي من جنبها وكتفتها جذور الاشجار. وسمعت صوت الشيخه وهي بتقول لها ان الطائفه بذلت مجهود كبير ولمت قدرتها وربتها وكبرتها، وفي النهايه بتساعد الغرب علشان يؤذوا الطائفة، وعلشان كده هتاخد منها كل قوة روحها. وفضلت الشيخة تضحك وفقدت لينج ياو وعيها. وبعد ثواني فات على صوت ليان شوي وقالت لها ان روحها ضعيفة وعلشان كده وقعت في الوهم. فاخدهم تاي شيزو وراح لمقر الشيوخ وكان لازم يخرجوا يواجهوه لان مفيش مكان تاني يهربوا ليه. اتحدوا كلهم مع بعض ضربوه بقوة السيف وكانوا فاكرينه مات، لكنهم اتفاجئوا بيه واقف من تاني. فجربوا تقنية اقوى وهي تقنية دمار الارض وكان شكلهم مبهر جدا. فقالت ليان شوي لتاي شيزو ليه ما علمهاش التقنية دي؟ قال لها ان ده تشكيل ضعيف وان هيبقى يعلمها التشكيل لاقوى. المكان اتملى دخان من الدمار. فضحك الشيوخ وقالوا ان كده ما بقاش فاضل غير الرماد.
لكن فجأة لقيوا تاي شيزو واقف ومعاه البنتين من غير ما يتأثروا خالص، وفي ايده كرة نور رماها عليهم. قال لهم ان عايز يشوف اقصى حاجة عندهم، فخرجوا سيف الروح وقالوا له انهم قضوا سنين كتيرة في تعب ومجهود لحد ما نجحوا اخيرا في تكوين سيف الروح. دلوقتي هيبقى موته سهل زي ما يكونوا هيموتوا نملة. ظهر لهم تشانج لانو وده سيدهم، كانوا فاكرينه جاي يساعدهم وطلبوا منه يقتل اللي جايين يقضوا على الطايفة، لكنه قال لهم ان السيف لسه مش جاهز وعلشان يجهز لازم يمتص قوته، وختمهم بالسيف. ولما ترجوه سيبهم قال لهم انه علشان يقضي على طائفة تيان لازم يكون في تضحيات، وفضل يشدد من قوة سيف الروح لحد ما سحب روحهم جوه تشكيل الروح، وبعدها ركز قوته على التشكيل لحد ما خرج السيف. اخدوا تشانج لانو وحدفوا على تاي شيزو، لكن فجأة ان تاي شيزو صده بصباعه وطار للتشكيل ودمره، وسحب من السيف البلورة اللي محبوس فيها روح لينج ياو واداها لها. وبعد ما كان السيد واقع في الارض مش قادر يتحرك قام وقف، وكان جسمه اقوى بكتير وشكله مخيف جدا. طلب تاي شيزو من البنات انهم يبعدوا بسرعه علشان ما يتاذوش، وقف هو في مواجهه السيد اللي اتحول لوحش عملاق على شكل اسد، وبقت باقي الارواح المحبوسه جوه السيف بتطوف حواليه وبتطلب من تاي شيزو انه يستسلم ليه. وطلع السيد ده هو سيد طائفه الشياطين وجاي ينتقم من تاي شيزو على اللي عمله مع الطائفه بتاعته، لكن لقى جاله من ظهره وهو سليم، فامتص روحه تاني وقال له انه هياكل كل حاجه. بس لقى تاي شيزو واقف قدامه تاني، والمره دي كان حجمه اكبر بكتير. ضغط على الوحش بايده وحوله لحجم حبايه صغيره ومسكه بايده كسره، ورجع تاني للبنتين وقال للينج ياو ان الوحش اتكلم عن ختمه وسالها عباره عن ايه. وبعد ما قضوا على طائفه السيف السماوي كلها خدهم تاي شيزو على المقر، وحكت له ليان شوي انها لما كانت في طريقها للقلب الازرق حست ان في حد تواصل معاها، وعرفت ان الطوائف التسعه الرئيسيه لازم تتحد وتساعد بعض علشان يحموا كنز سري. فسالتها لينج ياو ايه نوع الكنز ده علشان يبقوا مهتمين بيه كده. قالت لها انها ما تعرفش، لكن كل اللي تعرفه ان الثمان شيوخ اللي قالوا الكلام ده اقوياء جدا لدرجه انها ما عرفتش مستوى قوتهم. فقال لها تاي شيزو ان طالما وصلوا للمستوى ده يبقى حظهم سيء، وما كانش شينج فينج فاهم هو يقصد ايه. ففهمته ليان شيوي ان طالما مستواهم عالي كده يبقى المفروض يطيروا لعالم تاني، وبما انهم لسه موجودين يبقى ده معناه انهم شياطين. وكملت كلامها وقالت ان بالرغم من ان قوتهم كبيره قوي كده، بس كان لهم سيد اقوى منهم، وغالبا الثمان اشخاص دول بيمثلوا الثمان طوائف العليا. وكان تاي شيزو مستغرب ليه المعلم بتاعه ما كلموش خالص عن الطوائف دي، وسال ليان شيوي عن الختم، فقالت له انهم اخدوا الختم وكل واحد منهم مشي في اتجاه مختلف، وراحت هي البحر الصيني الشرقي واستنت لحظه ظهور القلب الازرق، لكن حصل عليها هجوم من شيطان، وعلشان تحمي الختم والقلب الازرق فتحت قهوه تشكيل حمايه في قاع البحر واستنت وصوله. وكانت لينج ياو متعاطفه معاها جدا لانها حست انها عانت كتير جدا. وفي الاخر قالت له ليان شوي انها حاسه ان كل ده مجرد فخ عايزين يوقعوه فيه، وعلشان توضح للكل هي تقصد ايه قالت له ان كل الناس اللي راحوا للعالم التاني خلال ال10,000 سنه ما كانوش بس من طائفه تيان، لكن من طوائف تانيه مختلفه. ولسه هتكمل كلامها سكتها تاي شيزو وقال لها ان المعلم الكبير لا يمكن يأذيه ابدا، وقال لهم كلهم ان قبل ما يكمل ال10 سنين كان المعلم بيهزمه بسهوله، لكن اول ما كمل ال10 سنين هزم المعلم بسهوله. فانبهر بيه الكل وسالوا تشين فينج عن نوع الزراعه اللي بيتمرن بيها. المفاجأة ان تاي شيزو قال له انه عمره ما اتبع اي زراعة، وده زود اعجاب شين فينج اكتر، وقال له ان مثله الاعلى ونفسه يبقى زيه في يوم من الايام. وفي تاي شيزو قال لهم انه من دلوقتي مسؤولين معاه عن طائفة تيان، وادالهم امر بقتل اي حد عاصي، ووزع الادوار عليهم، واخد كوان يان معاه لارض الشيطان علشان يدور على الختم، وطلب من الوحش الازرق انه يبلغ سان نيانج علشان تقابله في ارض الشيطان. وكان تشين فينج متحمس جدا، ولما لقى تاي شيزو ما اختارهوش يروح معاه فضل يترجاه ان ياخده معاه، فوافق تاي شيزو وقال له ان لو حصل له اي حاجه يبقى يرجع تاني على الطائفه بسرعه. فرح جدا تشين فينج واخد من جين باو حبوب وتركيبات تساعده في قتل الشياطين، واخدته كوان يان وجريت علشان تلحق تروح مع تاي شيزو. وركبوا السفينه، واول ما وصلوا لارض الشيطان كان مستغرب جدا لانهم كانوا ماشيين في غابه عاديه. هو كان معتقد ان ارض الشيطان هتبقى مليانه جماجم وهياكل عظميه والمكان هيبقى كله فوضى، فصحت له كوان يان المعلومه وقالت له ان مفيش فيه فرق بين ارضهم وارض الشيطان، غير ان المكان اللي فيه ملك الشيطان محاط بطاقه شريره. وهما ماشيين قابلوا واحد من الشياطين وكان سعيد جدا انه هيقضي عليهم ويتغذى على طاقتهم، وكالعاده تشين فينج وقف قتله وكان سعيد جدا انه يقدر عليه، فطلع الشيطان درع سحري واستخدمه علشان ينقل تشين فينج لعالم تاني. لكن هرب تشين فينج من شعاعه وجاب الغلط على تاي شيزو وكوان ونقلهم هما، واكتشف تشين فينج ده لما كسر الدراع ونادى عليهم علشان يشوفوه فلقاهم مش موجودين. ولما ما لقوهمش طلب من الشيطان انه ينقلوا ليهم، وكان الشيطان مش عارف يعمل كده ازاي بعد ما الدرع اتكسر، ففضل تشين فينج يضربه. اما تاي شيزو وكوان فانتقلوا المكان ملك الشياطين وحسوا بقوه طاقته، وقالت كو انها لازم تركز كويس والا وعيها ينتهي. قال لها تاي شيزو ان الطاقه دي نقيه جدا واقوى من اي طاقه واجهتها قبل كده، وبدا يمتص منها كميه كبيره. قال لها ان الطاقه دي بالنسبه له زيها زي اي طاقه روحيه. فجاه سمعوا صوت حد جاي من البركان وقال عليهم انه هياكلهم ويتغذى بيهم، فردت عليه كوان وقالت له ان ده ممكن يحصل في احلامه، وهددته ان لو عنده الشجاعه يظهر لهم.
وقتها الجد تاي شيزو هيعرفه مكانته الحقيقيه. ضحك ملك الشياطين وقال لها انه هيظهر لهم لو قدروا يهزموا شياطينه، وطلع لهم جثث ناس كتيره امتص روحها وحولهم لشياطين عبيد عنده. وبمجرد ما الجد تاي شيزو قال لهم انفجار اختفوا على طول، وفضلت كوان تضحك على الموقف. اتغاظ جدا الملك وطلع لهم على شكل تنين ب3 رؤوس علشان يقضي عليهم، ونفخ فيهم نار، وبرضه بإشارة واحدة من إيد الجد تاي شيزو كان قضى عليه ونزله في الحمم البركانية، وظهر على طبيعته هو غراب صغير جدا. ولما جه يهرب قربوا ليه تاي شيزو ومسكه بإيده وسأله عن علاقته بمعلمه. قال له إنه من 10,000 سنة قاد جيش فيه آلاف الجنرالات وهاجموا طائفة تيان، وقتها قابل معلمه وضربوا المعلم وضعفت قوته الروحية، علشان كده بيتغذى على أرواح المقاتلين علشان يسترد قوته. ولما سأله تاي شيزو عن سبب الحرب دي قال له ملك الشياطين إنه كان عايز يسرق كنز المعلم السري. وبعد ما تاي شيزو عرف منه كل المعلومات سمح له إنه يطير. وكل ده كان تشين فينج لسه بيضرب الشيطان علشان يوديه لتاي شيزو وكوان، فلقاهم قدامه معاهم ملك الشياطين. من ناحية تانية بنشوف سان نيانج وهي بيطاردها مجموعة مقاتلين، فاستخبت منهم، ولما استفزوها بالكلام خرجت لهم واستخدمت تقنية تناسخ الروح والوهم وحاولت تقضي عليهم، لكن هم اللي ضربوها وخلوها تقع على الأرض. وأول ما قرب منها واحد منهم قامت دبحته، فالباقيين ضربوها وخلوها من التعب مش قادرة تقف، لكنها قالت انها تفضل تقاوم لحد الموت. ووقفت استخدمت ازهار الجحيم، وهنا طلعت وردة وخرج منها طاقة كبيرة جدا، ودي كانت اخر طاقة عندها وكانت خلاص بتنهار. فوصل تاي شيزو ولحقها قبل ما تقع على الارض، وخلى كوان وتشين فينج يقضوا على المقاتلين، وقعدوا بعدها يعالجوا سان نيانج. وجالهم وحش براس عصفورة وجسم انسان، وكانت سان نينج مستغربة جدا ان حد بقوته قدر يعيش في عالم الشياطين. وسحبوا تاي شيزو ليه وكتفوا من رقبته وكان هيخنوه، وقال له انه هيروح لطائفة لينجيان وحرره علشان يمشي. سألوا الوحش لو رايح ليهم علشان يساعدهم، قال له تاي شيزو انه مش مهتم غير انه ياخد حق تلامذته من اي حد حاول يأذيهم، واخد كل تلامذته ومشي. وكان اعضاء لينجشيان في الوقت ده في حد تاني مسيطر عليهم وبيعذبهم، كل ده علشان يعرفوا منهم مكان الكنز. الوحش العصفورة رجع لهم علشان ينقذهم، لكنهم كانوا زعلانين منه لان اتخلى عنهم. واحد منهم كان عايز يخرج بنفسه من الورطة دي بأي تمن، فسألوا عن مكان الكنز. ولما جم المجرمين يمسكوا الوحش العصفورة نزل عليهم برق صعق، وكان السبب في ده هو تاي شيزو، وامر تلامذته انهم يقتلوا المجرمين كلهم. فعلا جريوا عليهم وقضوا على كل التلاميذ، ووقف القائد بتاعهم لوحده لما لقى كل تلامذته ماتوا، وعمل فخ كبير بتشكيل دودة الأز، وقال لهم ان اي حد منهم لو حاول يقرب منهم هيدخل سم الحرير لجسمه على طول. ولسه بيعددهم تاني كان تشين فينج حدفه بقوه كبيره من سلاحه ودمرت كوان تشكيل دودة الأز بتاعه بمنتهى السهوله. وبصوا للجد تاي شيزو وقالوا له انهم انجزوا المهمه. قال لهم ان لسه المهمه ما خلصتش، لان بين تلاميذ تيانجون في شخص خاين، وفعلا طلع له من وسط كل التلاميذ وكان هو تيانجون، وضربوا بقوته فظهرت الهاله الشيطانيه اللي فيه. كان الكل مستغرب ان تيانجون خاين لان سيد الطائفه كان مهتم بيه ومدلعه اكتر واحد. وافتكر تاي شيزو لما قابله وهو صغير وكان تيانجون طالب عنده، وكان بيحفظ كل التعليم اللي بيقولها له بالملي. وفي يوم اداله فاكهه روحيه وقال له انها هتنمي من روحه وهتساعده انه ينتقل للعالم التاني خلال 10 سنين. لكن تيانجون قال له انه مش عايز يروح لاي مكان، بالعكس عايز ياسس طائفه خاصه بيه، وحاول يقنعه ان الانتقال هيكون احسن له. فكروا تيانجون ان كل تلاميذه مشوا، ولو هو كمان مشي فهيبقى وحيد. وقتها سابوا تاي شيزو ودخل القصر وقفل عليه. قال له تيانجون برضه مش هياكلها، لكن هيزرعها لحد ما تطلع ثمار كتيره ويساعد بيها كل تلاميذ طائفته اللي هيعملها لما يكبر. فطاي شيزو من ذكرياته على صوت تيانجون وهو بيقول له انه مختلف عنه وعن تلامذته الاغبياء، واستخدم جوهر السحر، وده بيبرز الجوهره اللي في دماغه واللي كان ناوي انه يفجرهم كلهم بيها. بس تاي شيزو سحب الجوهره اخدها وفجرها بنفسه، والكل كان معجب جدا بقوه تاي شيزو فسابهم كلهم وطار راح عند شجره الفاكهه اللي زرعها تيانجون، وحست الشجره بموته فماتت هي كمان. حط تاي شيزو ايده عليها ومدها بطاقه لتشي، وقتها خرجت ثمار كتيره جدا بقت تقع عليهم. في الوقت ده كان كبير شيوخ الطائفه اللي بتدور على كنز طائفه لينجيان بيتكلموا عن اللي حاصل في الطائفه، ودخلت الملكه ضربته وداست على وشه وقعدت سالتهم بيعملوا ايه، وضغطت عليه بقوه كبيره جدا وطلبت من المساعده بتاعتها انها تفكرها بقواعد ملك الشياطين اللي المفروض انهم يلتزموا بيها. قالت لها المساعده ان اول قاعده ان ممنوع الشياطين تاذي تلامذه لينجيان، واللي يعمل كده يتعرض للعقاب. ولما جه شيخ تاني يدافع عنه ضربته الملكه بقوه، وقالت لهم ان حظهم حلو انها مش فاضيه لهم لانها جعانه، واخدت المساعده بتاعتها وخرجت. وقالت للمساعده ان حفله التتويج هتتم بعد 3 ايام ومش لازم ابدا اي حاجه غلط تحصل. وبنرجع تاني لتاي شيزو اللي كان فرحان جدا بمنظر تفتح الثمار، وعرف وحش العصفوره انه تاي شيزو، وقال له ان المعلم ساب له رساله معاه، وهي ان لما يتم تجميع كنوز 9 اشخاص مع بعض هيتصمم تشكيل فممكن يستخدمه ويطير. وسالوا تاي شيزو من امتى وهو جواه اكسير ونواه الشيطان، ولما الوحش قال له ان بقاله 5000 سنه استخدم الجد قوته وخلى مستوى قوته يزيد اكتر من مستوى، وفضل الوحش يصرخ من الالم. وحست الملكه وهي في مكانها بقوه النفس وعرفت ان في حد مستواه بيزيد. وبعد شويه كانت خلص تيانج من كل الاثار الشيطانيه ورجع لشكله البشري الطبيعي من تاني.
شكروا تيانج جدا، ووقف شين فينج مش مصدق اللي شايفه بعينيه، وطلب من الجد تاي شيزو انه يخليه يغير شكله هو كمان ويحسن من مستواه. فسكتته كوان يان وطلبت منه يبطل سخافه شويه، وقف تاي شيزو يسال تيانج لو مستعد انه يبقى تلميذه، وفرح جدا تيانج بالعرض ده واعتبره هديه ليه، وطلب من تاي شيزو انه يسميه اسم كويس فسماه تاي شيزو هوسن. وهم لسه بيتكلموا ظهر لهم اعداء ليهم من الشياطين، لكن الجد تاي شيزو قال تعويذه جمعهم كلهم بيها وقتلهم مره واحده. كان بقيتهم عاملين اجتماع علشان يلاقوا طريقه يقضوا بيها على الملكه، خصوصا بعد ما سيطروا على البر الرئيسي، وقالوا ان في حفله التتويج اللي هيقدر ياخد تاج ملك الشياطين يبقى معاه المهارات الشيطانيه للشيوخ من كل الطوائف وكل الاجيال. والملكه في الوقت ده كانت بتجهز للحفل وحست انها تعبانه جدا، وده لان الطاقه الشيطانيه اللي في جسمها بتحاول تقتلها. فطلعت الملكه حبوب الطائفه الشيطانيه وحذرتها المساعده ان مفعول الحبوب لو راح هتتألم اكتر بشكل اكبر من كده. فقطعتها الملكه وقالت لها انها لو ما قدرتش تفوز بتاج ملك الشياطين المره دي وقتها مش هيكون لها اي فرصه تانية، يعني دي تعتبر معركه الحياه والموت بالنسبه لها. واخدتها وراحت لاجتماع المقاتلين الشياطين، واول ما دخلت القاعه عليهم حست بقوه ضغط كبيره جدا، كانوا مستغربين من قوتها، وهي تجاهلتهم خالص لحد ما وصلت لمكان التاج، وقالت ان النهارده التاج هيبقى ملكها هي وبس. وقعدت على راس العرض فلقت 3 شيوخ جولها، ومنهم الشيخ اللي ضربته قبل كده، وسخروا منها وقالوا لها ان الملك لازم يبقى شيطان وراجل، وطلبوا منها تبعد عن كرسي الملك احسن لها. قال لها الشيخ الكبير انها عديمه الفايده لان ملك الشياطين مات على ايد واحد من البشر، وهي ما فكرتش انها تنتقم له، وقال لها بما انها جبانه فهم عندهم شجاعه كبيره، وقرروا انهم يخرجوا من العالم الشيطاني ويحتلوا البر الرئيسي، والكل هتف باسم الشيوخ. وفي الاخر الشيخ قال لها انهم قتلوا والدها وشكلهم هيقتلوها هي كمان، بس هي خرجت تنين كبير جدا علشان تقتلهم بيه، ونزلت قربت من الشيخ ووقفت في مواجهه مباشره معاه وقضت عليه. لكن جه زعيم قوات الشياطين وطلب منها تهدى، وقال لها ان مش هو الوحيد اللي ضدها والمفروض انها تقبل مصيرها وتموت، وعرض عليها صفقه وهي انها تسلمهم التاج الشيطاني ويسيبوها تمشي في سلام، لكنها قالت لهم ان والدها وحشها وعايزه تروح له بس هتاخدهم كلهم معاها. وطلعت تعبان عملاق علشان تهاجمهم بيه، اتفاجئت بطعنه جت من ظهرها، وكانت من اكتر شخص بتثق فيه وهي المساعده بتاعتها، وقالت لها ان والدها اتقتل على ايد البشر، واتحايلت عليها كتير علشان ينتقموا منهم بس ما كانتش بتسمع لها. وقعت الملكه والباقيين حيوا المساعده لوتشين، وكان قائدهم سعيد جدا وقال ان التاج بقى ملكه خلاص، وقرب من التاج علشان ياخده. كان تاي شيزو وصل وسبقه واخدوا ليه، فبعت القائد كل المقاتلين اللي معاه وخلاهم يحوطوه، فضرب تاي شيزو الارض برجليه وقعهم كلهم. وسال القائد ليه كان بيأذي طلاب لينجيان، سخر منه القائد وقال له ان كل ابناء الطائفه دي ناس تافهه وما يستحقوش انهم يعيشوا زيه بالظبط، وبعد ما ياخد التاج بتاعه هيقتله بنفسه. هنا بقى حضر كل طاقته واستغربوا من السحر اللي بيستخدمه لان قوته زادت فجاه، وسالوا تاي شيزو عن الشيطان اللي وراه، وكتفه ورفعه في الجو وسحب البلورات السحريه بتاعته ونفخ فيه فتحول لرماد وبخر في الجو، وطلع طاقه مهوله علشان يدمر بيها الكل. وفضلوا يترجوه انه يوقف الضغط لحد ما وافق وقرب من الملكه وبدا يسمعها عايزه تقول له ايه، ولفت انتباه هوسن انها لابسه خاتم كبير الشياطين هيوسي، وعرف تاي شيزو ان كبير الشياطين موجود بس مخفي عن عينيهم. كسر الحاجز اللي موجود وفعلا طلع كبير الشياطين وهو بيضحك، وكالعاده كان شين فينج هيندفع بس المره دي مسكته كوان. كلهم كانوا خايفين لان بان عليه انه مستوى متقدم جدا. هنا قررت الملكه تساله عن السبب اللي خلاه مستخبي في جدار المملكه بتاعتها، فاستغرب جدا من استخدامها لكلمه مملكتها وقال لها انها مجرد اكل هياكلوا لما يجوع. وسالوا تاي شيزو هل معلمهم ادالهم البلوره السحريه سر قوتهم، فقالوا الشيطان ان فعلا هو ده اللي حصل، وقال لهم ان النهارده هو يوم الحصاد واول واحد هيبدا بيه هو كبير الشيوخ. وبعد ما امتص روحه لقاها ضعيفه، وفهمت لوتشين ان الشيطان ده هو اللي قتل والدتها ووالدها، وطلعت سيفها وهجمت عليه علشان تقتله. قال لها ان طالما وحشينها كده قوي يبقى ده وقت لم الشمل، وقضى عليها، وبرضه حس انها مش كفايه فسحب روح كل المقاتلين الموجودين، وبس لتاي شيزو وقال له انه هيكسر له رجله وهيخليه يقعد يتاسف له. فكان رد تاي شيزو عليه قوي جدا وانه ولع له في رجله وقعه، وكان الشيطان مش فاهم ازاي تاي شيزو قوي كده. قال له تشين فينج ان شكله جاهل لان تاي شيزو هو سيد طائفه تيان، وقال له تاي شيزو انه عارف ان الشياطين بتقدر تكمل وتجدد اي تلف في جسمها بشكل كبير، وسأله هيقدر يرجع تاني لو ولع فيه ولا لأ، وفعلا ولع فيه. والشيطان اتأسف له ان اهان تلاميذه وقال له انه لا يمكن يأذي حد، وفجأة اختفى الجد وعرف انه انتقل لمكان تاني. انتقل مع الملكة وما كانتش فاهمة هي فين وبتعمل ايه. قال لها تاي شيزو ان الاجداد سابوا لها المكان ده وهو مليان بالقوى السحرية، وهما بيتكلموا ظهرت اطفال متوحشة كانوا يسحبوها لجليد، فاستنجدت بتاي شيزو وفعلا انقذها. بس كل الاطفال اتجمعوا مع بعض وعملوا وحش غوريلا عملاق وقف يستعرض قوته، وكانت الملكة مستغربة ان في وحوش جليدية بالقوة دي، وجت تيجي مع الغوريلا ما قدرتش عليها خالص وضربتها الغوريلا. ولما جه الدور على الجد تاي شيزو ما عرفتش حتى تلمسه وقضى عليها تاي شيزو بسهولة.
واخد الملكة ومشوا، فلقت والدها قدامها وكان مطعون بسيف في بطنه. قال لها ان السيف ده حساس جدا للسحر، ولو اي حد لمسه ومعرفش يخرجه هيحس بألم اكتر. فحاولت الملكة تستخدم قوتها مع السيف، وفجأة اختفى والدها. قعدت الملكة تعيط، فطلب منها تاي شيزو تفتح عينيها وتبص على المراية، فشافت نفسها واقفة وعلى كتفها شخص تاني، فاستخدمت سلاحها طعنته لكنه ما تأثرش. وسأل تاي شيزو هما منين، واول ما سمع اسم طائفة تيان افتكر اللي حصل له فيها وقال له انه بيكرهها ولسه هيهجم على تاي شيزو. كان تاي شيزو ضربه، طلب من تاي شيزو انه يرجع له قوة روحه. فقالت له الملكة انه مجرم معذب وقتل ناس كتيرة، وعلشان كده لازم يفضل محبوس في اللعنة بتاعته كده. وكتفه تاي شيزو في عمود موجود، وسحب سيف قوي جدا وفتح بيه فتحة في الجليد، وسحب جوهرة المقاتل الشيطاني وقضى عليه خالص. وحست الملكة بقوة تاي شيزو، فترجته انه يقبلها تلميذة عنده ويسمح لها تقتل كل الشياطين في العالم. فادالها الجوهرة اللي لسه واخدها من المقاتل. ومن ناحية تانية بنشوف تشين فينج والباقيين وهم لسه بيضربوا الشيطان، فظهر لهم 2 من الشياطين وطلعوا اعداد كتيرة من الزومبي وسحبوا روح الشيطان وهاجموا تشين فينج واللي معاه. كانت الملكة استوعبت بجسمها الجوهرة اللي معاها، وخرجت قالت لتاي شيزو انها هتبقى في خدمته طول العمر. كل ده وتشين فينج واللي معاه بيحاولوا انهم يقضوا على الشياطين، وقالوا لهم ان شياطينهم الصغيرين عايزين يمتصوا منهم قوة روحهم ويتغذوا عليهم. فقرب منه هيوسي وفضل يضربه لحد ما كان هيقتله. فاستنجد الشيطان بزميله التاني واتحد كل تلاميذ تيان الموجودين، وبرضه ما كانوش قادرين عليه. فجالهم تاي شيزو وقضى على الشيطان اللي كان بيهاجمهم، وطلب من تلاميذه انهم يرحبوا بزميلتهم الجديده وهي الملكه. وليه الشيطان رجع تاني وكانت قوته قويه جدا. اول ما عرف انهم من طائفه تيان قال لهم انهم كلهم يستحقوا الموت، وهاجمهم بكل قوته. ووقف الجد تاي شيزو يقتله لحد ما سيطر على روحه وقتلوه. وخبر قتل الشياطين على ايد الجد تاي شيزو وصل للشياطين، وقرروا انهم ينتقموا منه وقضوا على الطائفة كلها. خطفوا سان نيانج علشان يمسكوا بيها، وبعد 3 أيام قالوا لها ان الظاهر مش مهم عند حد لان محدش حاول ينقذها او حتى يوصل لها، وفضلوا يضربوها ويعذبوها. فحررت نفسها وقالت لهم انهم مش هيفلتوا ابدا من العقاب. وطلعت حبايه قوه اخدتها، وقتها خرج منها قوه كبيره جدا دمرت كل اللي حواليها. وطلعت وحش روحي على شكل وحش عملاق وخلته يعذبهم علشان تعرف منهم مين سيدهم، لكن في النهايه محدش منهم اتكلم. ورجعت تاني لتاي شيزو والباقيين ولاحظوا ان مفيش ولا طايفه موجوده، وكل ما يشوفوا واحد واقف يجروا عليه، بس اول ما يلمسوه يتحول لرماد. ولما قالوا الكلام ده لتاي شيزو طلب من يان شيوين انها تحس بمكانهم باللي بيعملوه، وفعلا حاولت تحس بمكانهم لحد ما نجحت وعرفت ان في تحالف قوي بين اكتر من طايفه. واول ما فات قالت لهم كلهم. بعتها تاي شيزو مع الباقيين علشان يسيطروا على التحالف ده، وهو كمان راح معاهم. وبعد ما ضرب الحراس قال لهم انه عايز يبقى القائد بتاعهم، ودخلوا الباقي التلاميذ. ولما قال لهم تشين فينج ان اللي مش هيستسلم ليهم يبقى لازم يقتلوه، قالوا له انهم هيتصلوا بالقائد ويبلغوه ويعتبر نفسه هو والباقيين في تعداد الموتى. فضرب تشين فينج الاثنين اللي قالوا له كده، وما في ثواني وكان قائد التحالف وصل ووقف وباين عليه الغضب. فتحدى تشين فينج المندفع، وكانت النتيجه ان قائد التحالف ضربه. ولما جه يوسين يساعده بالرغم من كل قوته دي برضه ما قدرش على الزعيم. انضم ليه كمان كوان وحصروه من كل اتجاه، وده خلاه يستسلم وانحنى لتاي شيزو. وطلب من كل تلاميذ التحالف انهم ينحنوا هما كمان، وطلب من تاي شيزو انه يقبلوا تلميذ عنده. وبعد ما الاجواء هديت وقف التلاميذ مع تاي شيزو وطلبوا منه يعلمهم القتال. وسمعوا صوت سيد التحالف وهو بيعيط لتاي شيزو ويترجاه يسامحه. فسالوا تاي شيزو عن الختم، اخدهم القائد على مكان وقال لتاي شيزو انه كان بيحس بالقوه جدا، وفتح لهم البوابه وطلب منهم يستمتعوا بالمكان. وكان فعلا مليان بالطاقه. وقف قدام مصفوفه للقوى ال5 وقال لهم لو نجحوا في تكوين المصفوفه هياخدوا المفتاح اللي يقدروا يكملوا بيه الطريق للختم. وبدأ تشين فينج وجري على التشكيل وقعد على ركن من اركانه، ووزع تاي شيزو باقي العناصر عليهم وخلاهم قعدوا في التشكيل. وسأل تاي شيزو ايه اللي هيتم بعد كده، فقال له القائد انهم لو ما قدروش يهزموا المستوى اللي هم فيه هيفضلوا محاصرين كده للابد. وطبعا معلومه مهمه زي دي كان القائد مخبيها عليهم قاصد علشان يوقعهم في الفخ ويخلص منهم. علشان كده تاي شيزو ضربه وقال له ان لو حاول يستخدم ذكائه ويخدعهم تاني هيقتلوه. وراح تاي شيزو لقلب التشكيل ولقى نفسه دخل لوهم، بس كان مليان مناظر جميله جدا، وحارب وحش قوي جدا. وبعد ما قتله لقى القائد في وشه تاني، فمسكه ضربه لحد ما لقاه مش قادر يقف على رجليه. اخد الوحش بتاعه وراحوا ينقذوا المقاتلين تلامذته. ولما قرب القائد من كوان ضربته علشان تعرف تركز في المصفوفه. اما تشين فينج فطلب من تاي شيزو انه يديله فرصه ويقتله، وطبعا ما قدرش يتحمل ضربه واحده. وجري كوان في عالم الخيال انقذته قبل ما يقع. وما كانش فاضل غير اننا نعرف ايه اللي جوه خيال هيوسن، وكان مختلف عن الباقيين لانه كان شايف تلاميذ لينجيان وهما بيتعذبوا وبيموتوا وهو مش عارف يعمل لهم حاجه. ففضل يتعذب فتره طويله لحد ما قدر يقف ينتقم لهم. وراح له تاي شيزو فهمه ازاي يتخلص من الوهم المؤلم ده. ودخلوا جوه الوهم في مكان مليان كنوز، والمفروض ان المفتاح كمان موجود في نفس المكان. وقابله عنكبوت كبير جدا، فخافت منه مينج وفقدت وعيها. وكل واحد شاف اسوأ مخاوفه في المكان ده.
لكنهم ساعدوا بعض لحد ما وصلوا للكنز اللي كانوا بيدوروا عليه، وكان كنز كبير جدا. ده اللي لقاه تاي شيزو مع ليان شيوي. اما الباقيين ففضلوا مع مخاوفهم شويه كمان، حاولوا انهم يتحدوا ويقضوا على الوهم واتجمعوا تاني اخيرا مع تاي شيزو، ووصلوا للختم اللي كانوا بيدوروا عليه، وظهر لهم طيف المعلم الكبير بنفسه، والالعاب الناريه اشتغلت في كل مكان. واحتفل تاي شيزو مع تلامذته، وقال المعلم انه كان زعلان منه من زمان، لكن اكيد دلوقتي عرف الحكمه انه يحافظ على الاجيال الجديده من تيان ويعيد الامجاد للطائفه. وقال تاي شيزو لتلامذته ان مش لازم الانسان يبقى عنده قدرات زي غيره علشان يبقى قوي، لكن الانسان الذكي هو اللي بيستغل كل الظروف لصالحه. ودي كانت نهايه مسلسلنا، انتظرونا في مسلسل جديد. لو عجبكم بقى زي ما قلت لكم لايك وشير لكل الحلقات، ولو اول مره بتشوفنا يبقى تشترك في القناه وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد.